السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو نتاع اليوم غادي تشوفوا طريقة تحضير الطورنو ولا حلوة الطابع فقط ببياض البيض. استعملت صفار البيض في وصفة أخرى وتبقى لي الكثير من بياض البيض، استغليته باش نحضر هذه الحلوى ونشوف النتيجة. كاين بعض الأخوات سألوني ما هي الحلويات اللي نقدروا نحضروهم ببياض البيض، لأنه في بعض الأحيان يستعملوا صفار البيض في وصفة ويتبقى لهم بياض البيض. كاين عدة وصفات تقدروا تحضروها ببياض البيض. كاين حلوة المورانغ، كاين أيضا كريمة الزبدة سويسرية، يعني تصنعوا مورانغ وتزيدوا لها ولا تضيفوا لها زبدة. وكاين أيضا هذه الحلوى اللي غادي تشوفوها اليوم. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 125 مليلتر زيت ما يعادل نصف كوب، نحتاج إلى السكر 100 غرام أو نصف كوب، نحتاج إلى النشا أو المايزينا 25 غرام ما يعادل ملعقة كبيرة مملوءة جيدا. وهنا كما راكم تلاحظوا استعملت فقط بياض البيض، استعملت 100 غرام ما يعادل بالتقريب 3 بيض. استعملت البيض حجم كبير. هنايا قشور الليمون، قرصة نتاع ملح، سكر فانيلا ملعقة صغيرة أو كيس واحد، وأيضا خميرة الحلوى وبيكين باودر ملعقة صغيرة أو كيس واحد، وهنا الفرينة أو الدقيق الأبيض لجمع العجينة. هنا فقط ملاحظة، إلا بغيتوا تحضروا هذا الطورنو بدون بياض البيض في مكانه استعملوا 2 بيض حجم كبير ولا 3 بيض حجم صغير. بالنسبة لطريقة التحضير هي جد سهلة. هنا في الإناء غادي نوضعوا بياض البيض مع القرصة نتاع الملح، سكر فانيلا والسكر العادي، وغادي نضربوهم جيدا حتى نتحصلوا على مورانغ. غادي نضربوهم فقط بالضراب الكهربائي العادي. كاين طريقة أخرى، تقدروا هذا الخليط توضعوه في حمام مائي، من تشوفوا السكر داب والخليط ولا دافي ضربوا هذاك الخليط حتى تتحصلوا على مورانغ، وغادي تحصلوا على مورانغ في وقت وجيز. لكن بالضراب الكهربائي عادي ايضا تنجح معكم المورانغ. كما لاحظتوا بعد ما تحصلنا عليها وتكاتفت غادي نضيفوا الزيت ونقعدوا نخلطوا في نفس الوقت. من بعد غادي نحبسوا من الخلط وغادي نكملوا فقط بواسطه ملعقه الخشب ولا تقدروا ايضا بواسطه اليد. هنا غادي نضيفوا كميه نتاع فرينه او دقيق ابيض، فوق الفرينه غادي نضيفوا المايزينا ولا النشا، من بعد نزيدوا خميره الحلوى ونخلطوا هذه المكونات اولا حتى يتجانس الخليط. من بعد نقعدوا نضيفوا الفرينه او الدقيق الابيض حتى نتحصلوا على عجينه. وما لازمش العجينه تكون ناشفه بزاف، يعني ما تزيدوش الفرينه حتى العجينه تولي يابسه ولا صلبه، لازم تكون طريه وتقدروا تورقوها عادي بالوراق. هنا غادي ناخذ منها كميه وغادي نورقوها فوق طاوله العمل، وما تنسوش توضعوا شويه فرينه باش العجينه من بعد ما تلصق لكمش فوق طاوله العمل. غادي نورقوها على السمك 1.5 ولا 2 سنتيمتر، يعني ما لازمش تكون ايضا سميكه بزاف ولا رقيقه بزاف. تقدروا فقط بواسطه اليد تعدلوها تملسوها باش يكون عندها نفس السمك. من بعد بواسطه اطار غادي تقطعوا العجينه. انا استعملت شكل قلب، لكن تقدروا تستعملوا اشكال اخرى مثل شكل دائري ولا شكل ورده ولا شكل لوزونج. كما راكم تلاحظوا العجينه ماشي مطاطيه، تقدروا تقطعوا عادي العجينه وتقعد محافظه على الشكل تاعها، يعني هذوك القطع يقعدوا محافظين على الشكل تاعهم ما يتقلصوش. وهنا العجينه المتبقيه اضفت لها عجينه جديده، من بعد لميتهم مليح وزدت ورقتها على سمك 1.5 سنتيمتر، وزدت قطعت قطع ووضعتهم في سنيوه كنت واضعه فيها الفرينه. من بعد غادي نطلو الجهه العلويه بالبيض. هنايا صفار بيض اضفت له ملعقه كبيره تاع زيت، خلطتهم مليح، ومن بعد طلينا المساحه العلويه بهذا الخليط باش من بعد تتحمر لنا. بعد من الفوق تقدروا توضعوا هذيك الحلوى اللي تجي على شكل شوربه، اما الملونه ولا بالشوكولا ولا هذوك الحبيبات اللي جو دوغي. من بعد في نفس الوقت راني مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه 200 درجه مئويه ما يعادل 400 درجه فرنهايت. من تلحق هذه درجه الحراره نعاودوا نهبطوها الى درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، وندخلوا السنيوه في وسط الفرن ونخلوها داخل الفرن لمده 20 ولا 25 دقيقه ولا حتى تشوفوهم تحمروا. تقدروا الدقيقه الاخيره تشعلوا عليهم من الفوق. بعد غادي تخلوا الكاطو حتى يبرد مليح. بعد غادي تشوفوا هنايا القوام نتاعه كيفاش يجي جد هش وخفيف.
وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.